السلام عليكم، مرحبا بكم في الجولة التاسعة من بودكاست وسط لينك، بودكاست خاص بالملاكمة. كنرحب معايا بالصديق يزيد. شكرا على الاستضافه. كاين معكم طبعا أنوار كالعادة. طلعت لهم بطاطس كالعادة صافي. والفريد من نوعه يوسف. يوسف مرحبا بك معنا. شكرا. الو يوسف، دابا نعطي الابديت للناس اللي كيسمعونا. يوسف مورا البودكاست الاول كان عنده زيرو تجربه في الملاكمه، دابا زدتي ياك رجعتي سجلتي في جمعيه بحر الابيض المتوسطه، دا ليكسبيريونس ديالك ديال الملاكمه. دونك دابا تقريبا 2 سيمانات باش تقيت في لاصال. 2 سيمانات ابان يلا دابا كنشد التكنيك شويه باش نولي ملاكم حقيقي. وكيف جاتك دابا؟ سو فار اكسبيريونس زوينه. بون نشوف واش كتشوف راسك كتكمل شويه ضروري. وفي انتظار ان يزيد غيتزاد معنا ياك اخي يزيد. ان شاء الله اخي، علاش لا، ولكن دابا كنشوف واحد البليسير قدامي واحد الضربه من العيار الثقيل وما عرفتش اخي، خاصني من العيار لايت هيفي، لان بالنسبه للمستمعين حيت ما كاينش عندنا كاميرا ولا فيديو، مي انوار عنده واحد الضربه فوق عينه، حاجه جد عاديه عند الملاكمين كانوا اخي. دي المره الثالثه عادي. هذاك هو الوسام ديال الملاكم جو بونس. موضوع الحلقه اليوم واضح من العنوان ديالو، غادي يكون موضوع لنقاش نزال ما بين فيوري وغانو. ولكن قبل ما ندوزو للفايت ما كانش نهضروا شويه على الملاكمه الوطنيه، وغادي نبداو اول حاجه هو الانجاز ديال المنتخب الوطني الشباب في بطولات العرب. المنتخب الوطني اللي شارك ب8 الملاكمين حصل على المرتبه الثالثه بجوج ذهبيات، 4 الفضيات وبرونزيه. الذهبيات كانوا جوج، وحده ديال اسامه مناوي في 54 كيلو وديال عثمان فرحان. كاينه فضيه ديال صلاح الدين حماموش، كاينه فضيه ايضا ديال عثمان شدغور في 48 كيلو، فضيه ديال محمد امين الجيوكي وديال يوسف الطوسي في 67 و 75 كيلو. وكاينه ميداليه برونزيه ديال نوفل العكاري. بالنسبه كنظن اللي كانت اول تجربه ديالهم في الساحه الدوليه، الساحه الدوليه تحت اطار ديال المدرب عرجاوي والاطار محمد العروسي. جاو هما الثالثين بالنسبه لاول تجربه، فهي تجربه مزيانه لهم. اول كومبا ديالهم انترناسيونال فهي مزيانه، لعبوا مع ابطال النسخه الماضيه وجابوا هاد النتيجه هذه مشرفه بالنسبه لاول مره لهم. جو بونس الفضيات اللي كانوا اغلبيه ضد الملاكمين المصريين يعني في بلادهم وابطال النسخه الفايته. يعني ما احنا ما نقدرش نتفرجوا بالحكم الاشغال كل واحد وداك الشيء كامل، ولكن على حسب لي كومونتير اللي قريت، على حسب الابتسامات ديال الناس اللي يتفرجوا، ابارامون كان شويه ديال هاد الحكام كانوا شويه منحازين المصريين. كانت شويه ما كان واحد شويه ديال الظلم التحكيمي، ولكن تشكل تم التنظيم كان شويه بحال اللي قلتي محقول ديك البطوله ما وقتش الاهميه ديالو كما. مي على اي هذه مشاركه مشرفه. ما ننسوش حنا كنهضروا على الشباب، كاين المنتخب يلاه كياخذ الاكسبيريونس ديالو في الساحه الدوليه. هنا عندنا 8 ديال الملاكمين اللي خرجوا على برا، جربوا شنو كاين شويه في لافريك، وجربوا شنو كاين مع الجزائر مع تونس اللي عندهم شويه الملاكمه ومصر. دونك كاينه بحال اللي قال الطوسي، ماشي الملاكم يوسف الطوسي ولكن المدرب الطوسي، كاين نعوات ديال فريق الشباب. ياك اخي ياسين معاك اخي، ولكن خاص نعرفوا نستغلوا بحال هاد المواهب الصاعده، حيت دابا نقدروا نشوفوا انه كاينين بزاف، ولكن ما كايناش داك الاكسبوجر وداك لانفورماسيون على هذا السيكتور هذا. دونك مساله ديال الوقت، جو بونس ديال الوقت. ومن ملاكمين الشباب غادي ندوزو لملاكم مغربي اخر. هذه المره غادي نهضروا على نزال ديال الملاكم دريس غضومي. بالنسبه للناس اللي متبعين الملاكمه الوطنيه، هذا الاسم هذا ما غاديش يكون غريب عليهم، لان دريس كان هو وصيف بطل افريقيا في موزمبيق. فوالا دريس اللي دابا كاين في فرنسا حاليا، كيوجد دو كومبا. عنده واحد الكومبا في 4 في الشهر، غادي تكون نهايه البطوله العصبه ديال بيي دو لا لوار، وسيمانه موراها كاين عنده نوتر كومبا. جوج لي كومبا من بعضياتهم، موراها غادي ينقص البروفيسيونيل. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش دريس، فهو واحد الملاكم مغربي 21 سنه، 5 المرات بطل المغرب، 3 المرات دا بطل كاس العرش الذهبي في كاس العرش، 2 المرات بطل العرب، وبحال اللي قلنا قبيله وصيف بطل افريقيا في النسخه الماضيه في موزمبيق. علاش اختارينا هذا الملاكم بالضبط وهذا النزال هذا بالضبط؟ لان بحال اللي كنا قلنا ديك النهار، لان من بين الحاجات اللي كاينين في الملاكمه هي القصه. يعني بعض الناس كيكون عندك واحد ليليمون ديال واحد القصه اللي كتجعل من داك الكومبا شويه واحد الطابع خاص. وفي هذه الحاله هذه المدرب اللي كيدرب دريس في فرنسا بدر، باش كان في المغرب كان كيدرب مع بوه ديال دريس. دونك المدرب ديال دريس بدا مع الوالد ديال دريس، مشى لفرنسا، كبر دريس، دوز الباركور ديالو في المغرب، مشى حتى هو لفرنسا، ودابا تحت التدريب ديال المدرب بدر. نذكر مره اخرى المستمعين بلي كومبا ديال دريس الاول غادي يكون 4 نوفمبر، النهايه ديال الفينال دو لا ليغ دو بيي دو لا لوار،
والكومبا الثاني غادي يكون لو 10 نوفمبر. بالنسبه للكومبا الثاني جو بونس غادي يكون ديفيزيون لايف ديالو جو بونس في يوتيوب ولا ما غيكون شي رابط الا كان وصلنا غادي نبارطاجيو بيان سور. كنتمنى التوفيق لديس غرامي من هذا المنبر هذا والتوفيق ديالو في هذه المباريات بجوج وفي الباساج ديالو البروفيسيونيل ان شاء الله. ودابا ندوزو للبلا برينسيبال فيوري نغانو داري اش بالكم من الاخر الكلمه والو داخل جو بونس على انه هذا الكومبا الي تري انتريسون ولكن مالوريزمون لحد الان الناس ديال لي ميما كياكلوا العصا في البوكس. يعني سواء نغانو سواء اي واحد راه غالبا اوسكوم غادي تكون باينه. جو بونس فهمتي القلب كيقول نغانو ولكن العقل كيقول فيوري. نساوشي لان راه يزيد من متتبعين الام ام ا دونك هو كيميل كثر ياك الام ام على لا بوكس بحال في الكومبا ديال ميويدر وماغريغور. كان باغي ماغريغور يربح هذه هي لان التتبع ديالو لديك الرياضه عنده عشق كثر لديك الرياضه. بغض النظر على الرياضه كاين داك الفاكتور ديال الاندردوغ. يعني انا ديما كان شويه كنميل داك الاندردوغ اللي كيقولوا الناس واش يقدر يديرها وغالبا ما كيديرهاش كيبقى اندردوغ. وهذه هي الحلاوه ديال الفورجا. نعطيو شويه كونتكست ديال النزال بعدا كيفاش جا هذا النزال هذا. الوغ هذا النزال هذا كيجي ما بين تايسون فيوري اللي هو حامل لقب دبليو بي سي في الهيفي ويت ولينيال تشامبيون دبليو ديال الهيفي ويت. فيوري كان كلشي كيتسنى منه انه يلعب مع اوزيك على اندسبيوتد بما ان حنا دابا تقريبا اكثر من 20 سنه ما عندنا ما شفناش اندسبيوتد في الهيفي ويت. نغانو من الجهه ديالو كان مع اليو اف سي كما عارف يزيد تعطات له كونترا باش يجدد مع اليو اف سي 3 كومبا. جو ما عرفتش شحال كان المونطون ديالو مي المهم كان غيتخلص واحد المقدار لا باس به بالنسبه لليو اف سي. نغانو كنطلب بزاف الحاجات اخرين بينها تكون بحال نقاط ديال فايترز في اليو اف سي تكون اسيغونس تقاعد. المهم طلب بزاف الحاجات اخرين خارج ما اللي غادي ياخذ هو. دانا طبعا قال له لا بتاتا كل ضد. جا نغانو ما زدتش الكونترا ديال مع يو اف سي سنا مع بي اف ال. في بي اف ال تعطى له الحق انه يلعب كومبا الا بغا في لا بوكس بروفيسيونيل ما عندوش مشكل انه يلعب لا بوكس بروفيسيونيل. دونك نقز الملاكمه واول كومبا ديالو في الملاكمه المحترفه غادي يكون ضد فيوري. غادي يلعبوا في السعوديه. الكومبا غادي يكون نهار السبت. ليفينمون غادي يبدا مع 7 العشيه. الكومبا برينسيبال غادي يكون مع ديك 10:30 10 ماسو مينوس ديك الساعه. وغادي يلعبوا في واحد كروس اوفر اخر ديال الام ام ا مع البوكس. ديجا عندنا لي زونتيسيدون ياك بزاف. ديجا شفنا ماغريغور مع مايواد شفنا محمد علي كنا هضرنا في الحلقه الاخرى هذيك انوكي مصارع. كاينين بزاف ديال لي كا اخرين نقدروا نهضر عليهم كثر ولكن اغلبيه هاد لي كا كانوا كيسالوا كونكلوزيون واحده. كومبا كان كيكون فيه شويه ديال نقص الفرجه ما كتكونش ديك الاكشن. دابا واش هاد الكومبا هذا ديال فيوري مع نغانو غادي يكون نفس المشكل ولا لا؟ واش غتبدل شي حاجه ولا لا؟ فوالا انا اللي كيبان لي ما غادي تبدل حتى شي حاجه حتى هو مشى عند الدومين الاخر. فيوري راه قديم في البوكس راه شارب عقلو في البوكس لعب مع بوكسور اللي هما من نوع رافع في الهيفي ويت. انا كيبان لي يعني هذا الكومبا من طرف واحد ما تقدرش تجي تقول لي انا نغانو من غير الا كما قال لي سي طات شي عامل ماشي تلتمك شي ضربه. حنا كنعرفوا بان نغانو اول حاجه صحيح عنده ضربه تقريبا بحال ولد نقدروا نقولوا اكثر من ولد كاع بالنسبه لواحد بحال نغانو. يعني راه تقدر تجي شي دقه ما نعرف مفاجئه بالحق تكنيكال. كيبان لي انا ان فيوري هارب بزاف على نغانو. كنظن قلت لك اللي كاين قبيله من غير اذا كان شي بليسير ولا شي حاجه ولكن غالبا تايسون فيوري فهمتي كيما كنقولوا ولد الحرفه فهمتي وعارف كاع الخبايا ديال البوكس من ناحيه الكارديو من ناحيه كلشي. نغانو راه الا جينا نتفرجوا انا كنت نتفرج في نغانو شويه في الام يعني الا جيتي تشوف الكارديو ديالو في الام ناقص شويه على. نقدر نقول لك على انه هذا الكومبا هذا كون كانوا فيه لي راوند قلال كنت نقدر نعطيه فرصه لنغانو فهمتي. ولكن دابا ديس زعما فيها الكارديو فيها بلوس دو تكنيك فيها بزاف ديال العوامل الجداد. دونك جو بونس با انه نغانو. المهم كيف كتبقى المشاركه هذيك كيما كانت هي المهمه في هذا الشيء كامل. فيوري زعما خبره كبيره في البوكس نفس القصه اللي ديال ماغريغور مع ميويدر. دونك كيبقى البلان كما قلنا ديال نغانو اذا كانت عنده سوبيريوريتي ما تلقى شي اوكازيون شي تغرى
دابا كما عارفين تايزون تقريبا راه واحد العام هو مريح ما لعبش ياك من ديسمبر تقريبا ديسمبر ريح كثر. دونك في هذا لو بوين هذا تقريبا راه قد بيان سور بنادم اللي مدوز حياته في مربع راه ماشي هو اللي مدوز حياته في اوكتاغون ماشي نفس الحاجه. دونك فاش غادي يلعبوا بلا ريغل ديال البوكس راه باين بون كنرجح تايسون بيان سور. انا كنظن الحاجه ما عرفتش واش تتفقوا معايا في هذا الراي هذا، ولكن كنظن الحاجه الوحيده ولا جوج حاجات اللي عتقوا شويه هذا الكومبا هذا، لان هذا الكومبا هذا كيتعتبر بحال الشوهه، مع الاغلبيه كينتقدوا على بزاف د الحاجات، ولكن زعما سي با ميريتي ماشي بيلدار ولا شي حاجه جاو طق نقالوا غادي تشبر واحد من احسن الهيفي ويتس اللي عندك حاليا وغتنزل مع واحد اللي اول مره غيلعب في البوكس ياك. ومن فوق هادشي هذا كامل دبليو بي سي عطات لهم واحد الصمته سبيسيال، ما غاديش يلعبوا على الدبليو بي سي، يعني ما غاديش يلعبوا على لو تيتر بحد ذاته، بالحق غادي تعطى واحد الصمته سبيسيال خاصه اللي غير بحال هاد الكومبا هذا تعطى واحد الصمت شرفيه. فوالا داروا مع تبع جيك بول و فوالا فوالا دبليو بي سي دياموند ولا شي هذاك ديام اصلا فوق ما كيديروا داك ليفنت في الرياض السعوديه كيديروا ديك دبليو بي سي ديما كدير داك بحال قلتي كاين شي صنايعي عندهم في المكسيك اللي كيعيطوا له لو صنع لنا صنطه خدت البوفر سليمان موريسيو سليمان. الحاجه اللي عتقات هذا الكومبا هذا هو اللي فات ان من مورا هذه غتكون الكومبا اندسبيوتد هذه بعدا او موان كتعرفي ان هذا الكومبا هذه غي باساج غي دايزه ضلات لنا واحد الحاجه بحث فوالا، لانكم تخيل معايا كنا غنتفرجوا على الكومبا هذه وما كاينش اندسبيوتد من بعد ما عندها الثمنه. ويجي تشوف دابا بيباس ديال تايسون دابا ملي تشوف راه من ناحيه الفورما ديالو راه بحال تقول راه كيوجد، يعني ما كيوجدش هذا الكومبا ديال الكومبا دايزه في الطريق وصافي. الاغلبيه اللي تمشي تقول له تشوفوا راه كيوجد الكومبا الجاي، يعني هذه جا شوف الطريق غير باش يطلع على شحال هذه ما طلعش وصل. بعض المرات كاين داك ليليمون ديال ما كتاخذش لو كومبا او سيريو وكتستهان بلا جالسه تما كيطراو المفاجات. ما كانش عندك الثقه بزاف بعض المرات في البوكس كتقلب هذيك الثقه هذه ما كاينش شي واحد ما طراتلوش. شي البوكس اللي كيكون واحد الثقه بزاف يعني اكثر من القياس وكيطلع على الرينغ، وملي كيطلع على الرينغ كيلقى صافي كيلعب ديك الثقه كتلقى كيتقلب على ديك الثقه كيرجع العكس على ديك الثقه كيصدق خاسر شحال من حاجه. يعني هذا اللي يقدر يلعب بالحق الا كنتي تلعب مع بوكس الا كنتي تلعب ماشي تلعب مع واحد الام يعني خصو بزاف باش تبدل له شحال من حاجه في التكنيك ديالو غادي تجي تلعبوا مع بوكسر قديم هذيك صعيبه شويه. دابا مزيان اللي قلتي هذه القضيه دابا في نظركم نتوما واش كاينه شي طريقه اننا نقدروا نجمعوا واحد ديال الام مع واحد ديال لا بوكس ونجعلوا من النزال عادل نوعا ما يكون فير؟ لان كيف ما الملاكمين المنازلين ولا المقاتلين الام ملي كيدخلوا للبوكس ما كيعملوا والو كياكلوا سلخه وكيمشيو بحالهم، راه حتى الملاكمين ملي كيدخلوا الاوكتاغون ما كيعملوا والو سوميسيون في الراوند الاولى وكيمشيو بحالهم. يو اف سي واحد يعني الكومبا الاول اللي يو اف سي في تاريخ اليو اف سي كان واحد الكومبا اللي جمع 8 ديال المقاتلين ديال 8 ديال لي زار مارسيون مختلفين، وكان واحد الملاكم جيمرسون. هاد جيمرسون هذا كيسميوه وان جلوف. علاش؟ هذا دخل بواحد القفازه واحد الكون داير الكون في الشمال واليمين خلاها هيداك عريانه غيضرب اليمين على اساس راه غير غادي يجي رازينكا قال على اساس غادي يلعب معاه غادي يدخل غادي يبقى يضربو جاب يهبط عليه باليمينيه وليس لي معاه خصها سوميسيون تشوكت. وهاد القصه ديال التشوك ديال الملاكمين في الاوكتاغون كتعاود بزاف تقريبا كان يخصو في الراوند الاول. عندنا نقدر نقول لك مثلا ماشي ملاكمين زعما اللي بساطين ولا ملاكمين اللي عاد كيبداو راي ميرسر كان بطل هيفي ويت دبليو بي سي، جيمس توني كان بطل ديال 3 ديفيزيون. جيمس توني راه كيخلع، جيمس توني تفرج فيه راه كيتسميوه لايتس اوت، راه كتفيد انت ملي كيضرب شي واحد كتكون تفضو فهمتي. حتى هو دخل خسر تشوك. جيمس وارنين حتى هو كان بطل كروزر ويت خسر. زعما قصه كتعاود بزاف كيف ما الدراري ديال ام ام ار ملي كيدخلوا للبوكس عاد كيخسروا، وبالتالي ملي كتفرج انت كتقنط كتعرف راه السؤال غادي هو شنو كيفاش نقدروا نجعلوا مع هذا الفايت شويه فير ولا شويه ممتع. ما ديروش الفايت باش تجيك نيسان تعيا شحال تفكر كتلقى كل واحد واش طومين ديال واش نبدلوا مثلا نديروا شي حيت لي غون كيتبدلوا التوقيت كيتبدل المساحه اللي كتلعب عليها ما بقاش هذا ماشي بوكس زعما زي تقولي يلقاو زعما ان تيران ميليو ان جوست ميليو شي كومبرومي بيناتهم. بحال دابا مثلا يلعبوا بوكس غير هو بلاص ما يلعبوا في الرينغ يلعبوا في اوكتاغون مثلا بلا ريغل ديال البوكس. دابا مثلا بحال هادي حيت كاين فاكتور ديال هذا هضرنا عليه بروبريوسيبسيون ديال تصور بنادم حياته كامله هو عارف
ديك الاريا فين تيدور فهمتي. انت غادي تبدل له ديك البواطه فين عايش غادي يتبلبل فهمتي. ديجا بحال دابا هذا الفاكتور هذا يقدر مثلا فوالا لي غون مثلا نقدر نطيحوا ليهم يكونوا فوالا حيتاش دابا ديال البوكس برو نورمالمون شحال 8 الاونسز ديال الامامه 4 واش يكون غير نص قلوب دونك بحال هكا نديرو 6 شي با و ما نعرف نعطيو مثلا نكانو نعطيو شي جوج ركلات في الكومبا ولا شي بحال هكا بغيت تقول زعما دابا هو بلان من ناحيه ديال الفراجه كنظن غادي يولي الكومبا فير شويه اكثر ولكن عاوتاني اون ميم طو غنرجعوا للبلان ديال غادي البوكس فهمتي ما يبقاش بوكس غنوليو في الشو بوكسين. مثلا انت يزيد كتتفرج اكثر ام ام على البوكس مثلا ياك دابا انت كمتتبع مره ديال البوكس واش كتشوف راسك بان هذا الكومبا هذا كياتيريك انك تتفرج الا عملتي في بالك لي زونتيسيدون اللي هضرنا عليهم دابا؟ بيان سور حيتاش هاد واحد الكومبا اللي ما كيتكررش باش فهمتي جوج ديال الناس اللي نقدو نقولوا ايليت في السبور ديالهم يتجمعوا وما يكونوا لا مبليسين كاينين بزاف ديال الاوس باش يتلاقاو راه صعيبه شويه. دونك انا جو بونس على انه هذا الكومبا هو سور بابي راه مزيان على الورق راه مزيان ولكن في الحقيقه جو بونس غادي تكون شي حاجه اخرى. وباش نخليو داك ليليمون ديال الفير وديال لا نوتراليتي جو بونس على انه الكومبا خاصنا نمشيو عند فيوري ونقولوا له شنو الحوايج اللي ما بغيتي تبانا ونمشيو عند الاخر ونقولوا شنو الحوايج اللي بغيتي تبانا تلقاو كيف ما قال الاخ ديالي واحد لو تيران دونطونط ولا كومبرومي. هذا هو الكومبا البارفي زعما كاينه بيناتهم. بار كونتر البوكس راه الاخر جا عنده الدومين ديالو دونك فهمت. عندي سؤال ايمن لا الانوار انت جربتيها في سبانين الاخرين ديالك ماشي نطحه مي جربتي الكلينشين مع شي واحد واش كتظن بان لي كاباسيتي اللي عند نغانو حيت نغانو كيلعب الام ام اي دونك الكلينشين ديالو كيكون زايد اكثر واش غادي يعتمد بزاف على هذا البوين هذا وغادي يعطيه لنا فونتاج مع واحد الانسان اللي ضخم بحال فيوري البروغرام ديالو غادي يديرها اي بغي يستغل داك الكلينش ديالو اول حاجه ولكن واش يقدر يكمل بها 10 لي روند بحال هكاك هذا هو المشكل. يعني يقدر يستغل في دوك لي روند الاولى الا شاف في واحد فيوري خفيف ديالو خفيف يعني ما غاديش يسقلو تما غادي يبدا يهرب له غادي يبدا يشدو فيوري عنده لايكيو طالع يعني غادي يبدا يبان له منين يبدا يدور له يبقى يبان له منين يبدا يهرب له فيوري ماشي شي واحد اللي ساهل تشدو يعني يقدر تشان داك الفاكتور على اساس واحد 3 لي روند بعد لي روند بالحق موراي يبدا يغلب عليه يبقى يبعد. هو كاين واحد اللعيبه كتسمى لانستان ديال السوميسيون كتكون عند الناس ديال لي ميماي اذا شتي الماتش ديال ميويدر وماغريغور راه ما كانش كلينشين عادي راه كل مره ماغريغور كيتحشى له راسو بليطو ميويدر كيتحشى له راسو من تحت ماغريغور راه كتلقى يدو كيدوروا على ماشي كلينشين عادي. يعني جو بونس حيتاش دابا كاين الفاكتور ديال البوا اذا مشات دارها نغانو غير 3 د المرات راه تقدر يكون عندها تاثير مضاعف ولا متريبلي على ديال ماغريغور حيت راه كاين البوا كاين فهمتي بزاف ديال الاوضاع السويري شدو بعد يحكم واحد فيوري راه بحال الصابونه وسط الرينغ ما كيتشدش راه والو راه تيعرب عنده واحد رجلين راه لحد الان دابا في الافي ويت جوج اللي عندهم رجلين واعرين خفاف تقول ديال شي واحد عنده لايت افي ويت ولا هو فيوري اوس حاليا دابا خفاف بزاف يعني صعيب باش تشدو ولا كانوا ثقيل ماشي ثقيل هو صراحه. انا منين شفتو في الكامب ديالو مع تايزون هذيك كيبان لك ثقيل شويه يعني باش يوصل ديك الخفه تايزون فيوري بزاف خصو الا حكموا يعني انا متفق معك الا حكموا راه فيوري مشى للعرق ديال الا ما حكموش راه مشكله الماغا. كانوا كاملين متفقين ان فيوري زعما هو الفافوريت باش يربح الفافوريت باش يدي هذا الكومبات هذا. نفترضوا اذا وقعت هذا قلت قبيله دائما كيوقع شي قصه في شكل شي فاكتور اكس ما كتعرفوش تيقولوا كيوس تيور يعني كتكون انت كلشي راه غادي تخرج بحال هكا شويه كيجي واحد الفاكتور اكس كيجيك من نفترضوا ان مثلا فيوري لسبب او لاخر تنطح مع نغانو جاتو كات ياك في عينه في الجوله السابعه كات كبيره شافوا الطبيب ديال الرينغ وقف الكومبا قال له يمكن لك شي تكمل فيوري خسر تيكايو
غادي تمشي له لينيال تشامبيون. لينيال تشامبيون هي نقول حنا البطل التقليدي، هو البطل اللي بقينا كنتبعو اول واحد عطاو له بطل العالم الهيفي ويت اللي غلب البطل وصافي. تنقولوا الام ام غلبات البوكس، راه ماشي فيوري اللي خسر. دونك بحال قلتي هو كيشكل البوكس كامل، ما خاصش تلقى حتى ناغانو دابا تقرب حتى الموازين، ما يبقاش فيوري مع اوسي، كيولي ناغانو مع اوسي. دابا فيوري هذه مشكله باش من حتى المشكله شنو قال لهم ناغانو؟ قال لهم الا خصت انا مع شنو قال لهم فيوري الا خصت مع ناغانو ما نعرفش نلعب، ما نعاودش. ولكن ما كايناش اندسبيوتد السمطه مثلا. شنو خصك تعطي السمطه دبليو سي خصك تنزل هادشي ما كيمشيش على حساب السمطه ولا على حساب فيوري براسو هو كشخص. فيوري شحال من مره لا شحال من مره فيوري قال لنا صافي غنعتزل. بالحق ما خسر هذا هو المشكل، وما خسرش ضد واحد الام لا هذا هو المشكل. وكاين غير ماتش كلوس باش تعرفوا في هذا الكومبا كونترا يعني في كونترا كاينه. لا في هذا الكومبا هذا بالضبط ثاني على غير ماتش كنظن ياك. يعني الا خسر مثلا فيوري عنده الحق يعاود، غير المشكل هو انه متبوع بكومبا مع اوزيك. دابا هو صدى ديك الكونطا مع اوسيك على اساس انه رابح ناغان صافي، ضمن راسو انه يربح ناغان. هذا هو المشكل. ودابا كيما الا طرا هذا المشكل ديال انه خسر ضد ناغان، خسر ما يقدر يخسر حتى بالكاو كاع تجي شي دقه وخسر. يعني واش هو كشخص من خلال السماطي كملاكم واش يقدر كملاكم خسر ضد واحد الام واش يقدر يكمل ولا لا؟ حنا كنعرفوا ان جيك بول هو التالي وما ذبحوش صحاب الام. ذاك دابا تايسون فيوري اللي الشامبيون ديال لافي ويت يخسر ضد ام شويه تجي خاص. متفق معك، ولكن فيوري اذا رجعنا للسطوريه ديالو اذا بقيت عاقل هو كان داز واحد لي زيبيزود ديبريسيف اللي تخطاهم. يعني نقدروا نقولوا على انه هاد الاتليت عنده واحد خدم على لاسبي مونطال ديالو. يعني جو بونس على انه لا قدر الله اون نو سي با زعما كاين اذا طرات شي خساره يقدر يتجاوز. دابا هادشي ماشي على السبي مونطال ديالو، على الارباح ديالو، على السميه ديالو، ليغاسي زعما الليغاسي ديالو بزاف. دابا تايسون فيوري في السميه كسميه في الهافي ويت راه سميه باش تغلبها ناغانو راه طلع له القيمه راه ينسى حتى الام ما يقلبها بوكس كاع في مره يسالي كونطا ديالو مع بي اف ال ويقلبها بوكس ومن حق. يعني هو عوض تايسون فيوري ما يربح فلوس ويكمل في الليغاسي ديالو، هو يصدق هذا الليغاسي ديالو كامله. مغامره كلشي دابا حاليا نقدروا نقولوا هذه مغامره كبيره الا جينا نشوف. راه ماشي اي هافي ويت هذاك، راه هافي ويت ديال اليو اف سي، هافي ويت ديال الام ام وعنده الدقه قاصحه ماشي ما بقاش ديال السي دابا صافي. دابا المهم يعني هو داز ديك يعني راه ماشي ساهله تكون يعني وعنده الدقه راه كنسمعوا راه الدقه قاصحه وصحيح ماشي صحيح نقولوا بطوباج صحيح ناتشورال. السيد نعرف شحال هادي هو بديك الصحابه كيتمكنش يعني مغامر شويه ماشي مغامر بزاف الا جيت نشوف. واللي كنظن انا غيغامروا معاه اكثر هما السواده. مازالش بان السعوديه دابا غادا في واحد الطريق مش حالتي ماشي غير دابا ديال انها اولا تحكم الهيفي ويت. حنا غنهضروا عليها دابا في واحد الديتاي غتشوفوه دابا شويه، وان السعوديه غادا في الطريق انها تاخذ الهيفي ويت في يدها. جابت عندها هذا الكومبا ديال فيوري مع نغانو والاندسبيوتد غيتلعب في السعوديه. وحتى الا كان وايلدر مع جوشوا حتى هو غيتلعب في السعوديه. يعني دابا تخيل معايا القيمه ديال اوزيك ضد فيوري اللي كانت غتكون اندسبيوتد اول اندسبيوتد هذه اكثر من 20 عام، شحال غطيح الا فيوري خسر. حيت ما غاديش تكون انت ديك الاندسبيوتد 100% لانك واخا عندك الدبليو بي سي ما عندكش لينيال تشامبيون، وهذيك هي مهمه بزاف الاندسبيوتد. عندي واحد السؤال اخر عاوتاني فيما يخص الام ام اي، وهذه يمكن انت يزيد اما غتكونفيرمي لي هذه الجمله ولا غادي تصحح لي هذه الجمله، وهو ان الوقفه ديال نغانو ماشي هي الوقفه ديال فيوري، بحكم ان نغانو كيكون دائما حاضر مع الدقات الفوق، حاضر مع الكلينشن ولا مع السوميسيون من التحت. واش كتظن انها تستانس هذه سورتو ان لي غون مختلفين شويه دابا غادي تصنع شويه فرق في لاسبي ديفونسيف ديالو؟ تاتينا انوار طبعا ويوسف يمكن لكم تجاوبوا. جو بونس على انه نغانو اولا في اليو اف سي ما كانش كيعتمد على الجرابلين بزاف وديك الشيء. هو كان بحال نقولوا عنده سبيسياليتي في الستاند اب في تو سكي الفوق، ماشي في الجراوند، ماشي في فوالا ماشي في الصور. يعني جو بونس على انه لا بوستور ديالو اتعاون شويه في البوكس فحال اللي عاونات شويه ماغريغور، حيتاش ماغريغور حتى لا بوستور ديالو كتشوفها
شويه ادابتي البوكس على كنسمع ماغريغور راه كان هو اصلا السين ديالو مبازي على نقول لك شنو. دابا كاين واحد الفرق حتى في ستانس كما قلتي، كاين واحد الفرق ما بين البوكس والإميما والكيك بوكسين. ايوا راه الا جيتي وقفتي غير صحاب الكيك بوكسين مع صحاب البوكس راه ستانس رجلي يعني يعني راه هو كيلعب دور كبير. راه الكيك بوكس يقدر يتعكل في اي وقيته مع البوكس. يعني داك الستانس واخا كيبان لك انت الا ما كانش عندك مبازي بحال ماغريتو، حتى ماغريتو كان اصلا الستيل ديالو مبازي على البوكس ومبازي حتى على شويه على كاراتي تايكوندو. هادو قرابين لينا شويه حنا كبوكسور كوقفه قرابين لينا. حتى ماغريتو اصلا هو الا جيتي تشوف كان كيسباري بزاف في البوكس، كان كيلعب البوكس بزاف. ناغانو كان كيك بوكسي اكثر من البوكس الاولى. كان مصارعه كيلعب مصارعه. لا الكيك هو كان كيك بوكسينغ، والكيك راه قريب للبوكس راه لا شويه بزاف مبدل في الرجلين في الرجل القداميه. الرجل القداميه حنا الشمال كتكون معوجه لواحد الدرجه بحال قلتي ديك 60 درجه 60 دوغري بحال هكا. هما كتكون هاك كتكون نيشان وهذيك راه كتعكل ديك الستانس. هذيك راه كتعكل بالنسبه لينا حنايا. حنا راه تحط رجليك هكا تزيد تبغي تحرك القدام ولا راه تعكل. هما لا كيحطوها باش يقدر يضرب برجليه باش يقدر يهزها تجي سهله. اما الا عوجه ديك 60 درجه غادي تجي صعيبه باش يدورها. يعني هذه صعيبه شويه تبدلها لاي واحد كان بحال ناغانو. صعيب باش تبدل له ستانس للبوكس باش ترجع له الى هذيك الديتاي صغير كيلعب فرق كبير. نتفق معاك. لا نقول لك راه كاينين داري قسما بالله الى لحد الان دابا كانوا كيك بوكسين لحد الان دابا مده هما في البوكس باقي لحد الان الا مازال ستاسما والفوا ديال الكيك بوكسين حيتاش لا باز ديال الكومبا اون جينيرال ماسل ميموري. ما يمكنش واحد الموفمون انت كتبراكتيسي واحد المده غادي تجوج تمسحو دير بلاصتو موفمون واحد اخر وفي مده تعاود تكريا من الاول. زعما ما تكون معلم والو عاد تعلم شي لعبه كنظن غيكون عندك وقت قل باش تعلمها. باش تمسح شي حاجه اللي تونكرات عندك سنين وانت كتريني وكتعاودها وكتصح فيها صعيب. لا ولكن كيف ما كان الحال انا جو بونس على انه نغانو ما كانش كيعول على انا قلت لك ستيل ديالو راه كان بلوس في الفوق على التحت. يعني عنده لافونتاج هو واقع. يعني كيف ما كان الحال واخا الساس ديالو ماشي ادابتي 100% للبوكس وانما عنده واحد البتي افونتاج على لي لوتور ولا لي زاتليت الاخرين ديال الام ام. معاك في هذا كنقول زعما كديتاي حتى هو غادي يلعب طوش بيان سور ديال الموفمون ديالو في هذيك بيان سور. وما تنساش انا دابا تنهضروا نغانو مع تايسون فيوري راه الاليت. يعني الاليت يعني راه ديك اللي قال انوار 60 دوغري راه اذا كانت 60.5 ولا فهمتي راه صافي لا ديفيرونس. يعني ماشي بهذه البساطه زعما ماشي حيتاش كيفوكس على الفوق بزاف في لي كومبا ديالو في الام ام غادي في البوكس با نيسيسيرمون. البلان اللي كنتمنى انه يوقع هو شي مفاجاه فهمتي. مثلا نغانو حيتاش دابا نفترض تايسون فيوري حيتو كامل كيداز مع لي بوكسور دونك كيشوف واحد لي باترن كيتعاودوا في البوكس اتسيتيرا. نغانو يو اف سي ام ام يعني ما نعرف يقدر فهمتي يقدر يدخل يبيرتوربي الطوندونس كامله ديال البوكس. يقدروا مثلا يعاودوا يفكروا كامل في ستاس مثلا ديك ديال 60 دوغري تقدر تكون ديك ستاس ماشي هي اللي بلو اوبتيمال فهمتي غير حيتاش لقاو ديك 60 وبقاوش يخدموا عليها فهمتي وكلشي يخدم عليها باش تقدر تكون كاينه شي ستاس اخرى اللي اوبتيمال عليها وكتخليك تسمو شي لعيبه بحال هكا. هادشي اللي كنتمنى انا يطرا في هذا الماتش. جوج ديال الفايترز ديال ليليت اللي ضابطين الشغل ديالهم ما كرهتش شي كومبا زوين هو نتعلم منه شي حاجه نتفرجوا فيه. وما كاينش غير الفايت اللي واعره. قبيله قلنا بان بين الحاجات اللي عتقات هذا ليفينمون هو الفيت ان يوزيك وفيوري غيلعبوا اندسبيوتد. والحاجه الثانيه هي الاندر كارد تاع هذا البيلاده هذه ولا الاندر كارد هذا ليفينمون هذا. اندر كارد تلاحظوا معايا كاين واحد باترن كيتعاود هو ان عندنا مثلا اول كومبا يعني ثاني اهم كومبا من غير فيوري يوزيك هو ما بين اديلي ووالدلي غيلعبوا على بريتيش هيفي ويت تايتون اللي هو واحد من كبار لي تيتر اللي كاينين في الملاكمه وما يتلعب جو بونس خارج يو كي ولا يو اس اي. هادو جوج ديال هيفي ويتس اللي بجوج بهم اندسبيوتد تقريبا نفس الطول نفس الريتش نفس الستيل نفس كل شيء. واحد اللي عنده شويه كارير ماتور طويل على الاخر واحد عنده السفل على الاخر غادي يكون واحد الكومبا اللي نورمالمون كيواعد بالفراجه. فوالا كاين باركر الا عقلتي جوزيف باركر اللي كان خسر مع جويس ديك النهار مع كين حتى هادو هيفي ويت. كاين واحد روسي مخمودوف كنظن ولا مع انتوني وورد حتى هما هيفي ويت.
باكولي مع تاكام هيفي ويت حتى هما. تاكام هذا اصلا طلع الهافي ويت. لا واحد اخر ما في لا هذاك باقي في اللايت هيفي. هاد التاكام هذا كتعرفوا ديك الجمله اللي كنقولوا ديال الضرب وما تضربش، هاد التاكام هذا ضرب وتضرب ما عندوش مشكل فهمتي. هذا كيدخل هكا فهمتي. لا هذا فهمتي. هو 40 فايت سال دابا جو بونس عنده بروفيسيونيل هيفي ويت 40 فايت 40 لا 40 وين عنده 42 فايت توتال هيفي ويت بحال التران نيشان ما كيعقلش. نيشان غادي يلعب مع واحد اللي باقي صغير 19 واحد. هادشي باش كيميز الهافي ويت ما تكونش تكنيكال بزاف لحق تكون مجهد تبقى تغلب لا كاين فيها جهد بزاف. وكاينه كومبا اخرى ما نسيت واحده اخرى، مي كاينه الثالثه الاخرانيه اللي كنت غادي نقول هي ديال واحد من ليفربول جاك ماكان غادي يلعب مع بنو ديال روبرتو دوران. بنو اللي انا درت من بعد قبيله في تصاور. دونك لاحظتوا معايا الهيفي ويت كاملين اللي شويه معروفين ابار الكبارين العشر الاول حتى تقريبا كاملين يلعبوا بزاف كاملين مجموعين في السعوديه دابا. وهادشي كيبين لانتونسيون السعوديه هي باغا ايفنت الهيفي ويت بعدا باغا ديه الهيفي ويت حط عليه باغا ديه كامل. ومن بعد حتى تشوف الهيفي ويت مات غادي تشجعوا هي على يتباع ما تشجعوا غادي تشجعوا مزيان. هي بدات تفريشه بجيك بول وطوب في واحد الوقيته. هذا اول ايفينمون تقريبا جوشوا لويس جوشوا مورا بدات تفريشه بدات كتاخذ الواعي. السؤال اللي كنت غنطرح لكم في الاخر، واش كتظنوا بان السعوديه غادي تزيد تستثمر في الاوزان الاخرين في لي كرون كومبات الاوزان الاخرين اللي باقيين؟ دابا السعوديه باغا تاخذ كلشي، خدات كره خدات شات اللعابه هي ولات كتجيب دابا هي تبدا بالهافي ويت تبدا هابطه بشويه دابا تبدا بالهافي ويت بعدا تبدا بالحاجه اللي ميته من الحاجه اللي واخده بلاصه باقا واخده بلاصه في البوكس هذيك ما صعيب باش تجيبها. تبدا تاخذ لاطونسيون بعدا بالحاجه اللي ميته بحال الهافي ويت اللي هو ماتش كايفينمون ديال البوكس راه ماتش. يعني شحال هادي ما شفنا كومبات الهافي ويت كيما شحال هادي كيما شحال اللي كان ديك الايام ديال تايزون الايام محمد علي الايام ديال ولي فيل ديال شحال هادي ما شفنا هاد الايام الهافي ويت. دابا كنشوفوا والله شويت هو اللي طاغي على البوكس. يعني غتبدا بهاد سميتو بهاد الميزان هذا ابري تبقى تجيب بشويه تبقى تهبط. كاينين بوكس اخرين مازال لحد الان ما تجمعوش مع بعضياتهم بحال اللايت هافي ويت كاين بيفولو بيتر تقدر تجمع بيناتهم ممكن الا كان الاحتماليه ديال دبليو بي سي تخليو. كاين في اللايت ويت براسو الا كان حطوا الكاس صحيحه يقدروا يجمعوا ما بين شاكور وديفين هيدي كاع. انا سورتو كنت كنفيزي اللايت ويت هو اللي كنت كنفكر فيه. انا جبتو على ديك ديفين هيدي وشاكور. شنو المشكل اللي بيناتهم هما علاش ما بغاوش يلعبوا؟ هي الفلوس. السعوديه عندها الفلوس الا جاب شحال تعطيهم الكاش ديالهم راه يلعبوا واخا ما نعرف ما عندهمش مشكل يغامروا بالسماطي ديالهم يشوفوا الفلوس يغامروا ما كاينش مشكل. يعني السعوديه عندها الفلوس غادي تغامر. دونك كنظن نعملوا واحد الدوره ديال الباوز الاخرانيه الميت كل واحد فيكم يعمل 2 ضربات. واخر كومونتير بالنسبه لكم هذا ليفيلمون هذا بداو بانوار. بالنسبه لك دابا انت عطيني بعدا النتيجه ديالك. انا فيوري بالديتاي الديتاي يعني صراحه فيوري معروفه صح حنا تقول اسمها زرقاء. لا شو راه اذا بحث قالوا راه غادي نعملوا اعتذار رسمي. لا انا خلاص شوف انا قالوا كيعجبني حتى انا كيعجبني انسان واعر. نسيت هي ما تخيل كنتخيل الكومبا دابا كندوي كنتخيل الكومبا في راسي كنحاول اناليزي كاع هذا اللي كيقول الدراري ولكن كتبان لي صعيبه. كتبان لي في راسي فيوري كيهرب فيوري كيضرب لنا وهرب. فيوري مور تكنيكال اكثر من ومن هنا نستنتج ان لا عطيني الريزلت ديالك الاخرانيه بنقاط كا وشنو كا جوله بحال امتحان شفوي. جوله 8 داكور يزيد. كنظن انه غادي يتسارى الكومبا الصالح ديال فيوري ولكن بالنقاط. علاش؟ حيت فيوري غادي يبدا يتفلى واحد الوقيته ما غاديش يشيرشي انه ينوكيه ولا غادي يبقى طاق هو يبدا يهضر معاه بداك دوسر وداك الانجليزيه ديالو فهمتي وغادي يساليو بالنقاط وكلشي غادي يخرج فرحان. هادشي يوسف هو الصراحه بغيت زعما اش قلتي لي غريب الاطوار في الاول بغيت نخرج على بغيت نعطي شي اوبينيون يكون مضاد مع اللي كتقولوا ولكن ما مي صعيبه غالبا فيوري غير فيوري النقاط كاو شي كاو راوند 5 شي كاو راوند. انا علاش قلت كا انا غيتشرح علاش قلت كا حيت هكا كنا كنقولوا على حسب ويلدر وطيز الفيوري شنو كيدير الفيوري كيضحك مع ويلدر ويشدو من هنايا ويبقى يلعب معاه من هنايا ويعرف له من هنايا.
حتى واحد لقيتها كيبان لك ولده طايح في الروند التالي كنقول لك انا علاش حيت فيوري اش كيدير هو غادي معاك بالحق في التالي كيبقى يجي بحال يطلعك يطلع داك الجير 5 والجير 6 دقه في كلشي كيفاجئك. علاش انا كنقول لك هكا يعني الا نغير قلنا واش تايسون فيوري ولا كان السعوديه ونسمحوا لي حامضه ولكن رابحين هذوك. نسيت انه هاد لي روند هادو كاينين 10 يعني تكون انتونسيتي طالعه يعني غادي يكون افور ديال نغانو كثر ولا ديسيزيون ديال انه زعما كاينه غادي يساليو بالنقاط. دابا كنفكر فيها صعيبه قنعتيني اخويا صعيبه شويه. يمكن نشوفوا تكنيكال نوك اوت ديال خونا كيبدا يلوى بحال ماشي نوك اوت ديك ديال كول. شوف هذاك صحيح انا كنقول لك الضربه ديال العيال ديال كضربو كيبان لك هو ولكن اذا ضرب كيخوى ولا الاخر كيخويلو صافي راه صافي هذا البازو. وغير الا دلو انا قال ديك اللعيبه ديال ديك بلي سي ديك باش بقى غادي عندو كيبقى كيشي لا امبوسيبل ديال عرفتي حيت دابا مايك تايسون شادو وجو بونس على انه يكون وصلوا هذا بان لي تايسون غير الفلوس اللي جابوه معاه كان حزقات عليه شويه غير الفلوس اللي جابوه بريكول جاب والله دوز عنده في بودكاست دوز عنده في كلشي قال له انا ندوز هذا المسكين انا فحيت انا كنظن بدي غنمشي معكم في نفس الخط. تي كي او في الجوله 7 فيوري الحكم يوقف في الجوله 7 في الاخر ديالها. فيوري واحد الانسان اللي عزيز علينا ملاكم واعر قصه واعره جا المغرب كان عانى في المغرب باش كان حارق نغانو سي عانى في المغرب وبالنسبه لنا ماشي حنا ولكن بالنسبه لنا حنا كواحد الانسان اللي واعر يحترم وكل شيء فرحنا له لان اولا دبر الكاشي ديالو ولكن لافير كبيره عليه. كنظن شفنا كاع لي زاسبيت الكومباتيت شفنا الاندر كارد مره اخرى كنهنئوا المنتخب الشباب الملاكمه على الانجاز ديالهم ومشاركه بطولة العرب وكنتمناو التوفيق لديس الغضومي في لي زافونتور اللي عندهم جوج لي كومبا ان شاء الله في شهر 11 زائد الباساج من بعد بروفيسيونيل. الدراري اللي كيسمعونا اللي باقي معنا حتى لدابا الا كانت عندك شي قيت كليكي على ديك سبسكرايب ديروا افينو نعطيكم واحد كومبو جاب افينو هاد الكومبو واعره يدير شوف يدير تجاب الابينو تجاب الجرس صافي وجاب اللايك تنسى تجاب اولا تجاب اللايك وتجاب الجرس وكروس الافينو. مرة أخرى شكرا للمستمعين الكرام على الصبر ديالهم والتتبع ديالهم معنا. شكرا يزيد أنوار ويوسف على المشاركة ديالكم معنا اليوم وموعدنا الحلقة 10 إن شاء الله.